ايه؟ عبد الباسط اضحوكه. بعد ما عملت بروتين اتفضل معايا شويه، ما استخسرتهمش في جوزي. انا عامله صبغه، انت بقى عامل الكتكوت الفصيح واتكا ابو كرتون. ده بعد الفرد، بعد ما حطينا فيه البروتين وكوناه، فاضل المرحله التانية هنغسله وبعدين نشوف هل هو هينام ولا هيفضل كده. ايه شارع العلوم ده؟ شكلك قمر. حاجة على ظهري، استنى. عايزين بس نشوف رد فعل ماما لما تشوف احمد بعد ما عمل شعره. ايه ده؟ هو كده. عبد الباسط حموده. عبد الباسط اضحوكه. تعالى بس، انا بس كنت عايزه اوري الناس. فرد، وطي راسك بقى، بتوطي ليه بجنب؟ ما توطي قدام. هل هو فعلا البروتين ده حلو ولا لا؟ طبعا احنا شايفين الشعرايه بقت عامله ازاي. بس بغض النظر عن بس هي الشعرايه اتفردت وناعمه وطريه جدا، طريه بشكل مش طبيعي ما شاء الله. مش عشان لسه ما دلوقتي لما ينشف هيبقى شكله حلو. واو. تعالى بس كده، ممكن نوقف دول عادي. على فكره هو الشعر مش ناشف، الشعر طري جدا بس عشان هو مبلول، فنقدر بس لما ينشف نعرف هو ايه اللي هيحصل. خلينا متفقين انت شعرك لم يتضرر من البروتين، صح ولا لا؟ ما حصليش حاجه. جميل. غير نعم. الاهانه والتريقه، يعني ما حصليش ضرر مادي، حصل لي ضرر معنوي. بص والله الشعر بقى جميل ازاي. وطي كده بس يا احمد، بص بص حلو ازاي ناعم ما شاء الله بجد، يعني حاجه تحفه. تستنى كده، بص الشعريه عامله ازاي، بص. ولا اي استشوار بقى، ولا تروح للحلاق تاني، ولا تشوف مسعد تاني غير في المناسبات، لكن ما تروحش هناك تاني. ما هروح له عشان دقني والجناب، انما اللي هتعمل بروتين اكيد مش هتروح للكوافيره تاني. لايه؟ للكوافيره. كوافيره؟ مش هي اسمها الكوافيره؟ نقدر ان احنا نعمل كمان القصه دي. القصه دي قديمه شويه بس هي فينتج، يعني اكيد في ناس بتحب تعملها. احمد انت عارف انا عامله ايه ولا مش عارف؟ لا انا مش شايف، بس يعني ممكن نعمل قص كريستيانو. كريستيانو؟ هو كريستيانو عمل كده قبل كده؟ ما اعرفش، بس انا بقول لك ممكن نعمل قصه كريستيانو لو ينفع يعني. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على قصه عرف الديك دي. ابويا بيقول لي بيعلموا بعض بيها الاجانب بره مصر، بس كنت بعملها زمان وانا صغير. بجد كنت بتعمل كده؟ شفت بس لك ما كانتش فينتج. بتطلع كده. ده في يوه دي كانت خربة الدنيا دي في الاوائل الالفينات، يعني في سنه 2000. فين انت؟ كان عندك 4 سنين في 2000 دي، انت هتستهبل. كان عندي 5. نتكلم جد شويه بقى. سرحنا الشعر اهو جميل على تسريحته. اول ما ينشف هوريك النتيجه النهائيه. انا حاسه ان انت يعني متضايق. انا حاسس ان انا اختفرت تجارب. لا ما تقولش على نفسك كده، انت حد جميل. تمام. بس انا ابقى مبسوط عشان انا مش هقعد بقى كل شويه اعمل سشوار وبتاع، انا بحب برضو. لا بص حاول تكلمني كده، يعني وطي راسك كلمني كده، انا عايزه اتكلم معاك كده. برضو انا مبسوط عشان انا حاسس ان انا شعري كده دلوقتي بقى احلى، ومش هروح للحلاقين كتير. جامد. انا مبسوط جدا. دي ايه لغه الحوار دي؟ مش عارفه بس شعرك اصفر كده قوي. دي الحوار بالخصلات. انا ناقص لي نضاره كده، حط ايدك كده في شعرك، والبس حط قميص ايدك في وفوقيه شعرك، جيليه حط وجرافطه، ايدك في شعرك واروح مكتبه المركزيه بتاعت الجامعه. ايه ده؟ ايه رايك؟ بس ده هبط، انا خسرت الاسهم ولا ايه؟ ايه رايك؟ والله جميل، بس انا مستني لما ينشف. لا ايه رايك في ملمسه؟ ناعم زي الحرير. مبسوطه قوي. بص البروتين في ايدي. حطها على ايدك ليه؟ ما اقول لك هيحرقها. يحرق ايه بس، حرام عليك. مش في ماده كاويه؟ ده في ترطيب عالي جدا، ما فيهوش اي ماده كاويه، ده الكلام ده عند مسعد مش هنا. مش بطاس؟ بوتاز؟ ايوه مش بروتين بيبقى بطاس. لا يا حبيبي ده بروتين جميل جدا. نضيف يعني ان هو شم غالي. ريحته. ريحته حلوه قوي. ريحته حلوه فعلا. ما هو باين على شعرك اهو. خش اعمل شعر انا كمان. يلا ربنا معاك يا رب.